اهلا بكم في جزء جديد من اجزاء الشاي الاخضر. وهي فقرة بشكل سريع. كل ما عليا ان انا بفتح بس الكاميرا الامامية السيلفي، ببتدي اتكلم في اي مواضيع بتشغل بالي. ودي فقرة احنا اخترعناها في رمضان عشان يعني يكون عندنا حاجة منوعة وجديدة. في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع مهم، وهو موضوع ان انا بحس ان الشخص الموهوب ده هو كان يعني بيبقى عنده قوة خارقة. يعني هتلاقي الرابط بتاعها في وصف الفيديو لو عاوز تتفرج عليه. بنجيب الشاي الاخضر بتاعنا وبنتكلم. النهاردة انا عندي موضوع حاسس ان هو موضوع في وقته لازم اتكلم عنه. آه، يعني وهو موضوع يعني مش حابب ان انا حد ياخد عني فكرة ان انا بقول كده عشان اتفزلك او كده. بس هو موضوع انك انت بتستودع نفسك عند ربنا. ودي حاجة انا كنت يعني جت في وقتها قبل ما ادخل الجيش. آه، كنت تعبان جدا وما كنتش قادر ان انا اواجه الجيش. يعني كان الموضوع صعب وفي مواقف كتير يعني في حياتي، بس الجيش كان اصعب حاجة يعني. لان انا ما كنتش عندي خبرة وكنت يعني في البيت اغلب الوقت، فما كانش عندي الحتة اللي هي ادخل الجيش بقى وتروح وتيجي وتعمل والكلام ده. مش عشان حاجة، بس ما كانش عندي المهارات اللازمة للموضوع ده وكنت خايف اواجه يعني. لحد ما رحت اصلي الجمعة ولقيت الخطبة كانت عن التوكل على الله او انك انت تستودع نفسك عند ربنا. طب ما اي حد دلوقتي هيقول لي ماشي، توكلت عليك يا رب وخلاص. لا، هي الفكرة مش في كده. الفكرة مثلا خلينا نشرح موقف. انا دلوقتي اصلا يعني انا اللي خلاني اتكلم من الاسباب يعني اللي عايز اتكلم فيها في الموضوع ده ان انا عندي مشكلة دلوقتي. بس انا اصلا مريت بمشاكل كتير واتحلت كان بسبب التوكل ده. طيب خلينا نعمل اختبار عملي على اللي انا بقوله ده. انا دلوقتي عندي مشكلة، هقول لك هحلها ازاي بأمر الله. انا يعني معلش ان انا متضايق بسبب المشكلة، بس عادي انك انت تتضايق، ولكن اللي انا بعمله باخد نفس وبقول اللهم اني استودعتك نفسي وخلاص. الموضوع انتهى. انسى الموضوع. هتفتكر امتى الموضوع وهو محلول؟ ليه؟ لانك انت واثق في ربنا وتوكلت عليه ان هو بامر الله آه، ان هو هيعديك من اي حاجة انت فيها. بس في نفس الوقت ما تبقاش انت بتعمل حاجة غلط وتقول انا هتوكل على الله عشان يعديني منها. لا، ربنا كده كده رحيم ومش مستني مننا حاجة. ربنا هو اللي بيرزقنا، احنا اللي مستنيين ان ربنا يكرمنا. ربنا كده كده كريم وهيرزقنا واكتر مما انت تتخيل. عندي مواقف كتير عديت بيها بسبب الحديث ده. انا بقالي اهو في الجيش مدة طويلة، وعديت من مواقف كتير عمري ما كنت اتخيل ان انا اعديها او ان انا اوصل للحتة دي. الناس القريبين مني هي اللي عارفة النقطة اللي انا بتكلم عليها دي. فنصيحة يعني اي مشكلة تواجهك حاول انك انت تتوكل على ربنا بشكل كويس وتقول يا رب اللهم اني استودعتك نفسي، وتنسى الموضوع خلاص. ثق في ربنا مليون في المية ان خلاص الموضوع هيتحل. قرب من ربنا اكتر وصلي، خصوصا ان احنا في رمضان وهكذا. الموقف اللي انا فيه دلوقتي هو موقف انا حاسس ان انا مظلوم فيه، لاني متكلف بحاجات هي مش حاجتي ومش دوري ومش المفروض ان انا اعملها. بس حاسس ان انا مجبر ان انا اعملها، وبيدوروا عليا عشان اعملها غصب عني واشيل شغل مش شغل. فانا بقول يا رب اللهم اني استودعتك نفسي عديني منها يا رب. لان انا ما احبش مش معنى كده ان انا عاجز عن الشغلانه دي، لا. ما احبش ان انا الناس تبص لي بشكل اللي هو ده يا عم ده تعالى عليه يا عم عادي، فاهم؟ انا مش عاوز النقطه دي تحصل. يعني انا ممكن اديك عينيا، بس ما احبش في نفس الوقت انك انت تستغلني. ما احبش الموضوع ده. مش بقولك ان انا بلطجي او ان انا كده، لا. انا بقولك ان انا برضو مش عاوز اعيش في سلام. ودي ممكن دي كانت من مشاكلي قبل
عموما يعني طول حياتي ان انا اتربيت على ان انا الحمد لله يعني مش شكر فيا ان انا اتربيت على ان انا ادي ومش عاوز اخد، لان عادي انت تديني حاجة، انا هديك حاجة مش حاجة مادية يعني، بس في نفس الوقت مش ده المنتظر المقابل. فلما ابتديت اكبر وادخل في المجتمعات اللي انا دخلت فيها ما كانتش الطف حاجة، دخلت فيها مجبر عليها. فالفكرة هنا ان بحاول اقنع نفسي دايما ان العالم عمره ما هيبقى وردي، ولازم يكون في كده نقط سودة في العالم، ولازم نعدي بمطبات كتير، والا انا ما كنتش هكتسب المهارات اللي انا الحمد لله اكتسبتها، وهي المهارات الاجتماعية اللي كانت ناقصاني. فالحمد لله نحمد ربنا سواء اللي جاي خير او شر، فالحمد لله ربنا دايما بيختبرنا. انا كنت فاكر ان انا داخل على شر من سنة مثلا، ولكن دلوقتي لقيت نفسي ان انا في خير، وان انا بعمل حاجات عمري ما كنت هعملها الا لو وقعت في المواقف دي، وحاجات كويسة مش وحشة. وانتصرت بيني وبين نفسي. بس حلقة بسيطة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم والنصيحة تكون وصلت. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم.